بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. موقع عبد الرحمن طلبه استاذ تاريخ وجغرافيا. حبايبي اولى اعدادي، هنكمل النهارده ان شاء الله تعالى الدرس اللي هو بعد درس دوله البطالمه وهو دوله الرومان. هنكمل بقى مع بعض بعد فتره حكم البطالمه. مين بقى اللي مسك؟ اللي هم الرومان. اواخر عصر دوله البطالمه ماذا حدث؟ قال لك بدات الامبراطوريه الرومانيه ان هي تظهر واحده واحده، وقدرت الامبراطوريه الرومانيه ان هي تسيطر على معظم اجزاء البحر المتوسط، ولم يتبقى قدامها الا مصر. خلي بالك علاقه البطالمه بالرومان مرت بثلاث مراحل. اول مرحله كان العلاقه بتسمى بعلاقه ود وتبادل تجاري. يعني لما كان البطالمه اقوياء اللي هو بطليموس الاول الثاني الثالث، كان الرومان بيتعاملوا مع دوله البطالمه معامله اللي هو انتوا ناس محترمه واحنا ناس محترمه، والعلاقه ما بيننا ود وتبادل تجاري. لما بقى بدا يضعف دوله البطالمه اللي هو من اول بطليموس الرابع، هنا بقى بدات الرومان يفرضوا حاجه اسمها فرض الحمايه على مصر. خلي بالك دي المرحله الثانيه، والحمايه تعني شكل من اشكال الاستعمار. خلي بالك كده الاحتلال العسكري اللي هو سنه 30 قبل الميلاد، لما روما دخلت احتلت مصر عسكريا وسياسيا. خلي بالك القصه بدات امتى؟ القصه بدات لما يوليوس قيصر اللي هو الملك العظيم بتاع روما لما توفى، وحدث حرب اهليه. الحرب دي كانت ما بين انطونيوس واكتافيوس. انتهت الحرب ديت ان هم يقسموا الامبراطوريه بين انطونيوس ياخد الشرق واكتافيوس هياخد الغرب. لما انطونيوس خد الشرق خد بعضه وراح يمت الشرق، لما الملكه كليوباترا وجهت له دعوه يجي يزور مصر. طبعا هي كليوباترا لما بعتت الدعوه مش عشان يجي يزور مصر، يجي عشان يشوفها، لان هي كانت شكلها حلو وكانت جميله. ففعلا لما جه اعجب بيها وتزوجها، وهنا بقى بدات العلاقه تتوتر ما بين انطونيوس واكتافيوس. هذا التوتر ان حدث معركه عظيمه بين انطونيوس واكتافيوس تسمى بمعركه اكتيوم البحريه. الكلام ده سنه 31 قبل الميلاد، والمعركه دي كانت على السواحل الغربيه لبلاد اليونان، والمعركه دي كانت ما بين انطونيوس وكليوباترا واكتافيوس. اسباب المعركه توتر العلاقه بين انطونيوس واكتافيوس. طب ليه؟ قال لك بسبب ان انطونيوس تزوج من كليوباترا السبعه، وكان بيهديها هي وابنائها بعض المناطق اللي كان بيفتحها في الشرق، زائد ان هو ما كان بيحتفل مع كليوباترا وما بيحتفلش مع اكتافيوس. فهنا بقى قامت المعركه بين الاثنين، ومن نتائجها ان اكتافيوس هو اللي انتصر، زائد ان انطونيوس وكليوباترا انتحروا، ومصر بقت ولايه رومانيه سنه 30 قبل الميلاد. بقى ليه مظاهر الحضاره بالنسبه للرومان؟ قال لك اول حاجه عندك هي الحياه السياسيه. خلي بالك مدينه الاسكندريه برضو ستيل هتفضل هي المركز الحضاري سواء كان بطالمه والرومان. نيجي بقى للحياه السياسيه. طبعا انت عندك نظام حكم ونظام اداره. نظام الحكم هنا قال لك مصر خضعت لاشراف اكتافيوس مباشره، يعني مصر كان بيتولى الاشراف على الحكم عليها كان اكتافيوس بنفسه مباشره. ليه؟ مدى اهميه مصر. اتنين، حرم المصريون من الاشتراك في المناصب اللي موجوده في الدوله او في حكم الدوله. خلي بالك دوله البطالمه كان بيدوا الاغريق المناصب العليا، وفي بعض المناصب الصغننه كان المصريين. هنا بقى مفيش مصريين خالص في الحكم. الرومان حطوا حاميات عسكريه حوالين الدوله عشان ما حدش يفكر ياخد مصر، او عشان ما حدش يفكر ان هو يحتل مصر. نيجي بقى لنظام الاداره. قال لك تم تقسيم مصر اداريا الى 3 اقاليم، مش 42 اقليم بقى، عارف اللي هو عشان بقى في سهوله في السيطره على الاقاليم. تم تقسيم مصر الى 3 اقسام: مصر العليا، مصر الوسطى، مصر السفلى. ايه ده عليا ازاي؟ ما هو يا جماعه العليا دي اللي تحت اللي هو جنوب مصر دي مصر العليا، وسط مصر اللي هي مصر الوسطى، ثم يمة البحر المتوسط دي بيسموها مصر السفلى. نيجي بقى للغه الرسميه كانت اللغه اليونانيه، اما اللغه في الجيش كانت اللغه اللاتينيه. نيجي بقى للحياه الاجتماعيه. قال لك سكن في مصر اجناس متعدده ممثله في ان الرومان قسموا مصر الى 4 طبقات. الطبقه الاولى اللي هي الطبقه العليا، ودي كان عددهم قليل وكان بيتولوا الوظائف العليا اللي هم مين؟ اللي هم طبقه الرومان. نيجي بقى للطبقه الثانيه اللي هي طبقه الاغريق. قال لك الطبقه ديت كان برضه ليهم شويه امتيازات، زي ايه؟ ان هم ما كانش بيدفعوا بعض الضرائب. خلي بالك بعض الضرائب. نيجي بقى للطبقه الثالثه اللي هي طبقه اليهود. خلي بالك طبقه اليهود كانوا واخدين بعض الامتيازات نظرا لتقربهم من الرومان. دايما اليهود عندهم حته اللي هو ايه؟ ان هو يتمسكن حتى ما يتمكن، عارف اللي هو المثل ده اللي هو دايما عامل نفسه ان هو طيب على اساس انه بس يتمكن وبعد كده يغدر او يقلب. اخر بقى طبقه اللي هي الطبقه دايما اللي بتعاني هي طبقه المصريين. طبعا الطبقه الرابعه بتاعت المصريين طبعا هي كانت بتعاني معامله سيئه جدا 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 من قبل الرومان، فلذلك المصريين عملوا ايه؟ عملوا ثوره ضدهم. وطبعا الثوره دي بثوره الرعاه والفلاحين. الرعاه دول هم بتوع الراعي اللي هو راعي الاغنام، والفلاحين اللي هم المزارعين. عملوا الثوره في القرن الثاني الميلادي، يعني من سنه 100 لسنه 200 ميلاديا. نيجي بقى الحاله الاقتصاديه. طبعا الحاله الاقتصاديه بالنسبه للرومان
خلي بالك البطالمه اعتبروا مصر مطبخ زي ما انا قلت لك في الفيديو اللي فات، لان هو كان بيستغلوا مصر. نفس الموضوع الرومان كان بيستغلوا مصر وكان شايفينها عباره عن مزرعه كبيره. خلي بالك قال لك ان سياسه الرومان هنا كانت عباره عن صور استغلال اقتصادي. يعني ايه؟ يعني ان هم كانوا بيستغلوا الموارد بتاعه مصر، واصبحت مصر بالنسبه لهم مزرعه للقمح. طب ليه؟ خلي بالك كان اي ملك بيمسك روما فعشان يكسب ولاء شعبه فكان بيدي لهم القمح ده عشان يوصل لهم القمح وعشان يوفر لهم قمح، ياخد مننا القمح ويستغلنا. طب عشان يحقق الكلام ده قال لك اهتم بالزراعه بشؤون الري. ازاي؟ ايه دليلي؟ ان هم اصلحوا شبكات الري، زائد ان هم طهروا الترع والمصارف، يعني شالوا بقى الملوثات منها، واخيرا اعادوا بناء الجسور. خلي بالك هم ما عملوش حاجه جديده، هم عملوا الحاجات اللي كانت البطالمه كان عاملها قبل كده ظبطوها. يبقى بالنسبه للصناعه خلي بالك صناعتنا كانت متطوره جدا، وكانت مدينه الاسكندريه برضو مركز للصناعه. بس خلي بالك بقى الرومان كانوا عكس البطالمه، الرومان ما طبقوش نظام الاحتكار في الصناعه، وكانوا بيدوا الحريه للشعب والمصريين ان هم يعملوا الصناعات بتاعتهم. بس كان في بعض الصناعات هم محتكرينها، زي ايه؟ زي النسيج، زي الزجاج، زي الورق البردي والعطور. اخرا بقى التجاره. خلي بالك التجاره بالنسبه لمصر في الوقت ده كانت مدينه الاسكندريه من اهم المراكز التجاريه في الوقت ده في البحر المتوسط. ليه؟ بسبب الازدهار اللي حصل في الامبراطوريه الرومانيه. قال لك ان التجاره الداخليه والخارجيه لمصر شهدت رواجا يعني ازدهار. طب ليه؟ قال لك عشان كان في امن، استقرار الامن. خلي بالك انا قلت لك في الحياه السياسيه الرومان عملوا حاميات عسكريه عشان الدفاع عن البلد، فالحاميات دي ادت الى استقرار الامن. فلذلك ممكن يجي لك سؤال يقول لك ما العلاقه بين الحياه السياسيه والتجاره؟ يبقى اول سبب ليه ازدهار التجاره استقرار الامن. 2 الغاء الرسوم الجمركيه على الواردات. خلي بالك الكلام ده عكس مين؟ عكس البطالمه. البطالمه كان حطوا رسوم جمركيه على الواردات، هنا لغوا الرسوم الجمركيه. اخرا ارتفاع مكانه ميناء الاسكندريه كميناء تجاري. يعني ميناء الاسكندريه اللي هو موجود ده كان ميناء تجاري وحركه التجاره بالنسبه لمصر والدول الاخرى. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي الحياه الثقافيه والفكريه. خلي بالك مدينه الاسكندريه كانت في الحياه الاقتصاديه هي الاولى، انما بالنسبه للحياه الثقافيه والعلميه مدينه الاسكندريه كانت بتشهد المركز الثاني بعد روما. يعني اول مركز روما وبعد كده مدينه الاسكندريه. مدينه الاسكندريه هنا كانت محتله المركز الثاني في ايه؟ في مجال نشر الفنون والعلوم زي الطب والجراحه والهندسه والفلك والتاريخ والجغرافيا والفن، زائد ان هم عملوا مسارح واحتفلوا بالاحتفالات الدينيه. اخرا ان مدينه الاسكندريه فضلت تستضيف العلماء ليجروا البحوث او يعملوا بحوث هنا في الجامعات. اخر حاجه عندي بقى اللي هي العماره. قال لك ان الرومان بنوا منشات معماريه زي ايه؟ زي البوابات، زي الحمامات، زي المسارح والمعابد، واخيرا اقواس النصر. خلي بالك اقواس النصر المتعلقه بالجانب العسكري. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا يجي يقول لك ايه؟ ما العلاقه بين الجوانب العسكريه والعماره؟ هتقول لي مين؟ هتقول اقواس النصر. اقواس النصر دي كانوا بيكتبوا فيها وينقشوا فيها الانجازات العسكريه اللي هم عملوها. اما المعابد ده قال لك المعابد دي ما كانتش على طراز واحد، كانت على الطراز اللي هو الاغريقي والروماني والمصري. وبكده اكون خلاص الدرس بتاعي، واشوفكم ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي مع مصر والمسيحيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.